لما قلنا ان التحكيم في افريقيا فاجر، احنا ما بنقولش حاجه غلط. يعني مثلا كرة زي اللي قدامك ديت الناس كلها قالت دي مش اوفسايد. طالع الكابتن خالد الغندور اللي هو مصري، تمام، طالع جايب الكرة واخدها سكرين شوت من الزاويه اللي قدامك دي، والزاويه دي تخدع اي حد وتقول ان الكرة مش اوفسايد. انما تعالى بقى بص على الزاويه الحقيقيه اهي قدامك، لا، الزاويه الحقيقيه يا كابتن خالد الغندور تقول لك ان الكرة اوفسايد. عشان كده الراجل مركزش ان هو يعيدها كتير. يعني المخرج المغربي مركزش ان هو يعيد الكرة دي كتير، فعشان هي طبعا انت عارف لو اوفسايد، انت عارف الناس دي كانت طلعت بيان وقلبت الدنيا. تمام. الكرة التانية بقى اللي بيقول لك ضربة جزاء على ياسين مرعي. طب بص كده معايا هنا، ياسين مرعي مشدود من هنا كابتن خالد، واعلام المفروض ان هو اعلام مصري يعني. كرة هنا الراجل ياسين مرعي مشدود منين؟ الراجل مشدود من التيشيرت وباينه قدامك اهي. ولكن سلامتك يا كابتن خالد وسلامه الاعلام اللي هو المفروض انه مصري وبينتمي للدوله دي اول نقطه. النقطه الثانيه والاهم ضربه الجزاء. ضربه جزاء صحيحه على اليو ديانج، ما فيهاش كلام. انما تعالى بقى بص للناس كام واحد دخل جوه منطقه الجزاء اثناء ماتشات. ادي واحد واثنين ثلاثه، حتى لعيبه الاهلي في منهم اللي جوه منطقه الجزاء قبل ما الراجل يشوط. فعشان كده بنقول ايه؟ ان التحكيم في افريقيا تحكيم فاشل، وعدى بقى مرحله الفشل ووصل لمرحله الفجر. ازاي بقى؟ ان تقرير حكم اللقاء النهارده الليبي قال لك ان ما كانش فيه اي الات حاده في الماتش. طيب اللي كانوا ماسكينها لعيبه الاهلي دي جايبينها منين؟ طيب بيقول لك كان في ازايز. يا سلام، ده كان في ازايز ولعيبه بتتضرب، ولعيبه الجيش الملكي بتضرب لعيبه الاهلي قدامك اهو، قدامك وباين اهو في الفيديو كل حاجه، وانت مع ذلك تقريرك سلبي جدا. ده يرجع ليه؟ برضه هرجع اقول لك ان اداره النادي الاهلي لازم تتعامل بقوه وبحزم مع الاتحاد الافريقي الفاجر، لان الاتحاد الافريقي ما هو الا يعني عارف انت ناس كده شويه مجموعه بيجيبوهم من افريقيا يمسكوهم الدنيا، لكن ما فيش كوره، ما فيش حاجه منظمه عند الاتحاد الافريقي. فنخلي بالنا يا جماعه، عشان طبعا ايه، اعلامنا المفروض اللي هو مساند للفرق المصريه، من الواضح ان هو كمان ضد النادي الاهلي. واكبر دليل على الكلام ان الراجل الاماراتي، الراجل المعلق الاماراتي اللي هو الكعبي، الراجل عمال يقول لك استحواذ الجيش الملكي في الجيش الملكي بيهاجم من كل ناحيه. الجيش الملكي محاصر النادي الاهلي. لو بصينا للاستحواذ هتلاقي ان النادي الاهلي مستحوذ بالارقام اهي والاحصائيات على الجيش الملكي. لو بصينا للتسديدات هتلاقي ان الجيش الملكي نفس عدد التسديدات، الركنيات نفس الكلام، كل شيء متساوي في الماتش، مع ان النادي الاهلي شكله افضل، النادي الاهلي فرصه اخطر. ولكن المعلق كان ليه راي تاني، انا مش عارف. الفكره كلها عند النادي الاهلي، يعني المشكله كلها انا شايفها في النادي الاهلي. اتمنى ان الناس في النادي الاهلي تاخد بالها من الحتت دي كويس جدا، لان المرحله اللي جايه في افريقيا هنلاقي كل الناس بتشتغل ان النادي الاهلي ما ياخدش دوري ابطال افريقيا. خلي بالنا من الحته دي. سلام عليكم.